بقيت حياتنا بقت مرتبطة بالتليفون، شغلنا، علاقاتنا الاجتماعية، حتى صلة الرحم بقت مرتبطة بالتليفون. فالتليفون ممكن يقعد معانا اكتر من 8 ساعات في اليوم، وده حاجة غلط، خاصة ان احنا دلوقتي خدنا الاجازة. فانا هقول لكم شوية افكار ممكن نعملها في الاجازة كده وممتعة وبعيد خالص عن التليفون. يعني احنا نكتر من قراءة القرآن والنوافل والاذكار في يومنا، بالذات الوقت ده لان احنا في شهر رجب. قراءة الكتب سواء كانت كتب علمية او كتب روائية، ده هيفيدك جدا وكمان هيخليك مستمتع، وان انت تبعد عن الفون. مش عارف تبدأ تقرأ منين؟ ممكن تشوف الفيديوهات اللي كنت عاملاها عن قراءاتي اللي قبل كده. ان انت تتواصل مع جسدك، زي انك تلعب يوجا او تعمل مديتيشن او تعمل جلسات تنقية لكل الافكار السلبية اللي في دماغك. التلوين، لون او ارسم، حتى لو كان سنك 60 سنة مش مهم. بلاش تروح الفنان تطلع بس معاك وانت بتذاكر. يعني ان في علاجات اسمها العلاج بالرسم، فدي حاجة مهمة جدا. انت بتعرف تعبر عن مشاعرك وبالحاجات اللي جواك، صدقني حتى لو هتشابط بس حاول. اخرج مع اصحابك وقضي معاهم وقت لطيف، بعيد عن التليفون، بعيد عن الصور، بعيد عن السوشيال ميديا، بعيد عن كل الكلام ده. ما تقضيش الخروج كلها تصوير. اخرج مع اصحابك واستمتع. كمان لو مش عايز تخرج، ممكن تعزمهم عندك في البيت، اقعدوا مع بعض اتكلموا. وده ياخدكم للخطوه اللي بعدها، العبوا العاب جماعيه. الالعاب بتاعت زمان دي القديمه اللي كنا بنقعد نلعب كوتشينه، بنك الحظ، كل الحاجات دي بجد هتنبسطوا قوي. الشايب يعني واحكامه، فهتنبسطوا. اعمل اكله بتحبها، او مثلا اختار اكله من مطبخ مختلف زي مثلا المطبخ الصيني واعملها عندك في البيت، او اعمل نوع حلويات بتحبه الاسره عندك بتحبه، ويعني اكلهم بقى وكده. اكتر الحاجات القريبه على قلبي وتقريبا بعملها، يعني الحمد لله يا رب دايما افضل اعملها، ان انا بلعب مع اطفال. العب مع اخواتك الصغيرين، ما عندكش اخوات صغيرين العب مع قرايبك الصغيرين، ما عندكش قرايب صغيرين العب مع جيرانك الصغيرين. العب معاهم، العب مع الاطفال، علمهم حاجه كويسه. خليهم بجد يحبوك، يعني تبقى انت او انتي الجميله الحلوه قوي اللي بيحبوهم وبيحبوا يلعبوا معاهم. دايما خلي برضك في شنطتك حاجات حلوه اديها لهم وكده، مثلا بلالين، توفي، اي حاجه، وشوكولاته، اي حاجه هم بيحبوها. وصلت لغايه هنا فانت اكيد عاجبك الفيديو، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. مهاراتك، شوف ايه المهارات اللي عندك وانت محتاج تنميها اكتر، زي مثلا القراءة. انا عايز انمي اكتر في حتة القراءة، عايزة اقرأ اكتر، عايز مثلا اتعلم الكتابة السريعة، عايز احسن خطي، عايز حاجات كتير جدا. شوف انت محتاج تنمي ايه واستغل الفترة اللي انت بعيد فيها عن الفون واعملها. اتمرن يا صديقي، التمارين من عادات الناجحين. مفيش حد ناجح هتلاقيه ما قالكش ان هو ما كانش بيتمرن، بالعكس كان بيتمرن، والتمارين كانت من اولوياته. التمرين مش هتنزل الجيم، ممكن مثلا تتمرن في البيت، حتى لو نص ساعة كل يوم، حتى لو وقت قليل خالص، بس اتمرن. تعمل حاجة مجنونة، يعني بتخاف من حاجة روح جربها، بتخاف من المرتفعات روح جرب تطلع على حاجة عالية وتتحدى الخوف ده. اعمل حاجة تطلعك بره منطقة الراحة بتاعتك. غير في ستايلك، ومثلا ديكور البيت عندك او ديكور الاوضه مش لازم بتكاليف كتير، لا انت ممكن مثلا تغير شكل المكتب، مكان السرير، تظبط المكتب بتاعك، تغير شكله. شوف انت عايز تعمل ايه وايه المتاح عندك واعمله. اتمشى، انزل اتمشى، المشي ببلاش، ولا محتاج فلوس ولا محتاج اي حاجه. انزل اتمشى في اي وقت، طبعا هي مش بالليل بس انزل اتمشى. انزل اتمشى لوحدك، مع حد بتحبه، مع حد من اخواتك، انزل اتمشى واستمتع. ممكن من اكتر الحاجات وهواياتي المفضله هي المشي بيخليني اعرف افكر اكتر، بيخليني مبدعه اكتر، فعلا بجيب افكار جميله جدا وانا ماشيه. امشي. وممكن كمان تلعب مع حيوانك الاليف اللي ممكن مش بتقضي وقت كتير معاه، فده هتكون فرصه كويسه جدا. اتأمل الشروق الشمس او غروبها مع كوبايه شاي. شكرا انك وصلت لاخر الفيديو. لو عندك افكار تانية ممكن تسيبها لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه.